السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة. اليوم غنشارك معكم الشباكية بشكل رائع ومختلف على المعتاد اللي كنشوفوها أو كنعرفوها بهذا الشكل الرائع. كيف ما هنا كتلاحظوا معايا كتجي يا سلام مقرمشة ولذيذة وكتدوب في الفم بمقادير جد بسيطة، وبالنسبة للناس اللي كتجيهم بالشباكية صعيبة باش يشبكوها فهذه أحسن طريقة تحضروا بها الشباكية بشكل مختلف، رائعة في الشكل ديالها وحتى في المذاق ديالها. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، تعاليقكم محفزة واشتراك في القناة أكيد إلا عجبكم المحتوى. نخليكم مع المكونات وطريقة تحضير، طريقة جد مبسطة بالنسبة للناس اللي ما تعجبهم الشباكية أو كتجيهم صعيبة باش يحضروها، فهذه أحسن شباكية تحضروها بشكل رائع ومختلف وسهلة، يعني ما كتاخدش واحد الوقت أو مجهود، سهلة بزاف. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع المكونات طريقة تحضير لذاذ ومن أروع ما يكون، مكونات بسيطة بطريقة جد مبسطة. خليكم معايا لآخر الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقة التحضير اللي غنحتاجوا ليها. الدقيق 500 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، وكذلك الزنجلان. غنحتاجوا 2 كيسان ديال الزنجلان مطحون، كيسان ديال العنبة، ربع كأس من زيت المائدة، ربع كأس من الزبدة المذابة نقدروا نعوضوها كذلك بزيت الزيتون، كأس ديال الماء الزهر اللي وضعت فيه بعض القليل ديال الشعيرات من الزعفران الحر، وعندي هنا 4 غرام من خميرة الحلويات أي ما يعادل ملعقة صغيرة، القليل من المسكة الحرة، 2 معالق كبار من الخل، ملعقة صغيرة من النافع المطحون، والقليل من الملح. دوزو على بركة الله لطريقة التحضير. القصرية غادي نوضع دقيقة، نضيف 2 كيسان ديال الزنجلان مطحون، وغادي نضيف ملعقة ديال النافع والقليل من الملح. كيجيو هاد المعسلات او هاد الحلويات المعسله روعه في المذاق، وكذلك يعني كيجيو بحال الشكل ديال الشباكيه. غنضيف المسكه الحره اللي غادي نطحنها مع القليل من السكر، غادي نخلط هاد المكونات، كتخلطوا لينا مزيان. غنضيف الخميره الحلويات ملعقه صغيره اي ما يعادل 4 غرام، غنضيف 2 ملاعق ديال الخل، ربع كأس من الزبدة المذابة، وربع كأس من زيت المائدة، وغادي نجمع هاد المكونات. وكيف ما لاحظتوا معايا فيعني القصريه ما قداتنيش، غادي نبدل القصريه باش هكا نقدر نلقى يعني ليسباس باش نخدم هاد العجينه. من بعد ما خلطت المكونات مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا، غادي نجمع العجين ديالنا بالماء ديال الزهر والزعفران شعره، غادي نعجنها مزيان، وغادي نضيف بعض قطرات يعني تقريبا نصف كأس ديال هذا من الماء العادي باش نجمعوا العجين ديالنا. والعجين ديالنا كتجي بحال الشكل ديال العجين ديال الشباكيه، وغادي نعجنها مزيان. من بعد ما جمعت العجين كنعجنها مزيان بحال الشكل ديال الخبز، وكنبسطها بهذه الطريقه وكنطويها بحال الشكل ديال المسمن باش هكا كتجينا يعني الشباكيه ديالنا او معسلات ديالنا هشاش. في هذه المرحله يعني ملي كتعجنوا العجينه يعني اللي عندها العجان تستعملها، فهي كتساعد باش العجينه ديالنا كتعجن مزيان.
وغادي نغطيهم بلاستيك غذائي مستمر، يعني بنفس الطريقة. يعني الربعة ديال هاد الكويرات اللي قسمت به العجين، كيف ما لاحظتوا معنا راه العجين كتجي ناجحة وكتبسط بسرعة. كتني يعني كاع القطع اللي عندي بنفس الطريقة ديال يعني المسمن، ونغطيهم بلاستيك غذائي باش هكا كترتاح معنا العجين واحد المدة ديال 15 دقيقة، عاد كنبداو نخدمو بها المعسلات ديالنا. نخلي العجين ديالنا حتى كيرتاح واحد المدة 15 دقيقة. من بعد ما كيرتاح كنبسطو على سطح العمل بهذا الشكل، يعني كنضيف بعض القليل من الدقيق وكنبسط العجين ديالنا، وكناخدو هاد الاطارات يعني على اللي كنقطع بهم البيتزا او اي حاجه عندكم دائريه. تاخدو مثلا الكاس او الزلافه، اي اطار كيتوفر عندكم. وغادي من بعد ما قطعت هاد الدوائر غادي ناخد الجراره وغادي ندير اشرطه في وسط هاد الدوائر، يعني نديرو 5 اشرطه او 6 اشرطه بهذا الشكل يعني. ومن بعد غادي ناخدو هاد الدائره غادي نقلبها، ومن بعد غادي نتنيها للوسط، ومن بعد غنتنيها عاوتاني، وغادي نجمع هاد الجوانب كيف ما هنا كتشوفوا معايا. يعني كنحصلوا على هاد الشكل اللي كيجي رائع ومختلف تماما على الشباكيه وسهل، يعني ما كياخذش واحد الوقت ولا واحد الجهد. غادي ناخد من بعد ما غنقلب الدائره غنتنيها للوسط، وغادي نتنيها عاود مره اخرى، وغادي نجمع هاد الجوانب كيف ما هنا كتشوفوا معايا. كنحصلوا على هذا الشكل اللي كيكون رائع. ونستمر يعني بنفس الطريقه، يعني طريقه راه سهله. الفيديو يعني موضح الطريقه. يعني كناخدو الدائره كنوضعو 5 ديال الاشرطه حتى 6 اشرطه على حسب يعني الحجم ديال الدائره. وغادي نقلب الدائره، وغادي ناخد يعني هذاك الراس ديال يعني اخر اشرطه اللي هما بالطول، يعني غادي نديرهم على الطول وغنتنيهم الوسط، وعاد نعاود نتنيهم مره اخرى باش كنحصلوا على هذا الشكل اللي كيجي رائع. يعني كنجمعوا الجوانب باش هكا ما تحلش لينا اثناء القلي. يعني راه الطريقه سهله. غادي نوضع الشريطه، هاد الاشرطه تقدروا توضعوهم بالسكينه ما توفرتش عندكم الجراره. غادي ناخد هاد يعني الراس ديال اخر شريط غادي نوضعو للوسط، وغادي نعاود ندير مره اخرى باش كنحصلوا على هذا الشكل كيف ما هنا. يعني كتشوفوا معايا يعني راه الفيديو موضح الطريقه، راه طريقه سهله وكتعطي شكل رائع ومختلف تماما على الشباكيه وسهل يعني في التحضير ديالو. فهاد المعسلات كيجيو لذاذ وكيجيو بالمذاق يعني ديال الشباكيه، يعني بحال يعني كتاكلوهم بحال كتاكلوا الشباكيه. ونستمر يعني بنفس الطريقه حتى كنسالي يعني نخليهم واحد المده ديال ساعتين باش كينشفوا مزيان وكياخدوا يعني الشكل ديالهم وما يتحلوش لينا في اثناء القلي. فهنا خديت الزيت اللي سخنت على نار اللي غتكون مهيله. ودائما كنصحكم يعني المعسلات ديالكم باش كيجيو يعني زوينين ومقرمشين طيبوهم على نار اللي غتكون مهيله. وكذلك النار من بعد ما كنقليو القليه الاولى كنخليو يعني كنطفيو على النار حتى كتبرد، وكنعاودو عاوتاني نقليو القليه الثانيه. كنخليهم يتقلاو على نار اللي غتكون مهيله. يعني خليتهم حتى نشفوا تماما لمده ديال ساعتين، يعني تقدروا تخليهم حتى ليله كامله لان ما فيهمش الخميره، يعني فقط
ثم كنقليوهم مباشرة، كنوضعوهم في العسل اللي كيكون بارد. فيه العسل سبق حضرته معكم، غادي نخليكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كيجي عسل ناجح 100%، وكيجي قابض فوق المعسلات. فكيف ما هنا كتلاحظوا معايا كنقليهم، كنوضعهم مباشرة في العسل، كيجيو رائعين. انا وضعتهم من بعد ما صفيتهم من العسل، كنخليهم حتى كيشربوا العسل مزيان، ونوضعهم في واحد يعني مصفاة حتى يعني تصفى منهم هذاك العسل. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي، كيجيو رائعين شكلا ومذاقا، كيجيو اروع، يعني كيجيو بالمذاق ديال الشباكيه. غادي نشارك معكم وحيده هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كيجي المنظر ديالهم رائع، وكذلك حتى المذاق ديالهم. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، راه كيجيو غزالين ولذاذ ومقرمشين، وكيجيو بالمذاق ديال الشباكيه تماما. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. شكرا على المتابعه، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فضغطوا على زر مربع لاسفل الفيديو، والى المتابعه.